سنة 1936 نشرت جريدة مصرية خبر عن جناية مالها البسفور واللي اتقتلت فيه رقاصة صعيدية. القصة بتبدأ في أوائل التسعينات في قرية مير التابعة لمركز ديروت في محافظة أسيوط، وفي بيت من البيوت متواضعة الحال اتولدت طفلة جميلة اسمها أسمة كانت عايشة مع عيلتها الفقيرة في قرية مير، وبسبب ضيق الحال ما استمتعتش أسمة بطفولتها وعاشت حياة قاسية مع والدها ووالدتها. وعدت الأيام لحد ما في يوم جه لبيت أسمة خبر كان السبب في تغيير حياتهم تماما، وهو موت الأب في حادثة قتل. فانهارت والدة أسمة وهي بتبص لطفلتها الوحيدة اللي هتكبر من غير أب ومن غير حد يصرف عليها. واشتد الحال بوالدة أسمة وبنتها، ولأن ما عندهمش قرايب يساعدوهم اضطرت أسمة تاخد قرار صعب، وهي إنها تسافر لإسكندرية، واللي كانت هي والقاهرة بمثابة الأمل لكل أبناء الصعيد. وصلت أسمة مع والدتها لإسكندرية، لكن من ضيق الحال ما قدروش يعيشوا في بيت مستقل بيهم، فاضطرت والدة أسمة تعيش مع بنتها في بيت أسرة يونانية سكندرية عشان تخدمهم وتعيش تحت جناحهم. ولقيت أسمة نفسها مطلوب منها تنفذ الأوامر وتتعلم الإتيكيت وتعيش حياة الكبار وهي ما كملتش 6 سنين. وماتت طفولة أسمة، وأصبح كل همها إنها تصرف على نفسها وتعيش الحياة اللي مكتوبة لها. وبمرور السنين بدأ جمال أسمة يبان ويلفت الانتباه، وعدت فترة قررت فيها العيلة اليونانية إنهم يبعتوا أسمة مدرسة أميزوف في حي العطارين، وده عشان تتعلم اليوناني. وبدأت أسمة تروح المدرسة كل يوم عشان تتقن اللغة، وبعدها ترجع من المدرسة تتعلم مع زوجة صاحب البيت اليونانية مهنة الخياطة، وده لأنها كانت من أشهر الخياطين في اسكندرية. أما صاحب البيت فكان من أغنى الأغنياء في اسكندرية، وكان عنده دكاكين بتبيع كل حاجة من أول البقالة ولحد لعب الأطفال. وعدت السنين لحد ما قررت والدة أسمة قرار كان سبب في تغيير حياة أسمة للمرة التانية. فقررت الأم إنها تتجوز من راجل اسمه عم كامل، واللي كان راجل سايق السمعة معروف عنه للفتوانة والبلطجة. وبسبب الزواج ده قررت الأم إنها تقعد بنتها من المدرسة لأنها طفلتها الوحيدة، ولأنهم ما بقوش محتاجين صحاب البيت يصرفوا عليهم. حزنت أسمة حزن شديد وبدأت حياتها التعيسة مع والدتها وزوجها لحد ما اللي توقعته طلع صح. فبدأ عم كامل يعامل أسمة معاملة سيئة ويجبرها تخدمه في البيت وتنفذ له كل طلباته. ومرت السنين كانت أسمة اتعلمت فيهم الخياطة واللغة لدرجة إن اللي كان بيسمعها بتتكلم يفتكر إنها من بنات أثينا مش الصعيد. وأخيرا كملت أسمة سن ال 14 سنة وبدأ يظهر عليها معالم الأنوثة بجانب جمالها ورشاقتها، واللي بسببها بدأ العرسان يتهافتوا عليها ويتنافسوا على موافقتها. لكن على الرغم من الحياة القاسية اللي أسمة كانت عايشة فيها مع والدتها وزوج والدتها، إلا إنها ما كانتش عايزة تختار طريق الزواج وتكمل طول عمرها مع راجل ما تعرفوش. وبسبب صغر سن أسمة كانت خايفة من فكرة الزواج ومش فاهمة المفروض تعمل إيه، وفضلت تدعي ربنا إن أهلها ما يوافقوش. لكن اكتشفت إنها مجرد سلعة بالنسبة لهم مستنيين اللي يدفع فيها أكتر. وعرفت أسمة إن مش هيبقى ليها أي إيد في اختيار الراجل اللي هتعيش معاه باقي عمرها، فكانت والدتها وزوج والدها هما اللي بيختاروا بين العرسان، لحد ما وقع اختيارهم على عريس ما يترفضش، واللي كان ابن مستشار في محكمة الاستئناف معاه فلوس وسلطة كافلين يغيروا حياة أسمة وعيلتها تماما. وافقت عيلة أسمة فورا على العريس، ولقيت أسمة نفسها مخطوبة لشاب أكبر منها بأكتر من 10 سنين والمفروض تعيش مع عيشة الأزواج. وفعلا اتجوزت أسمة غصب عنها من ابن المستشار ودخلت مع عيش الزوجية، وافتكرت أسمة إنها ممكن حياتها تتغير وتعيش سعيدة زي ما أهلها أقنعوها. لكن الحقيقة ظهرت مع أول أسبوع، واللي اكتشفت أسمة فيهم حقيقة الراجل المحترم اللي كان هايم بحبها بأنه راجل متسلط في الحقيقة بيعامل أسمة معاملة سيئة وبيهينها بأبشع الألفاظ وبيضربها ضرب مبرح. وعانت أسمة من حبسه ليها بسبب غيرته الشديدة وإحساسه الدايم بالنقص قصاد جمالها، وعاشت حياة تعيسة لدرجة إنها كانت بتتمنى الموت. وعدى 2 عاشت فيهم أسمة أسوأ أيام حياتها لحد ما أخيرا قدرت تتخلص منه وتم الطلاق. وأخيرا خرجت أسمة من سجن المستشار لأول مرة لشوارع الإسكندرية وهي مش عارفة المفروض تعمل إيه، وافتكرت معاملة زوج والدتها السيئة ليها، وافتكرت والدتها اللي سلمتها وهي بنت 14 سنة لراجل غريب عشان تكون زوجته. فقررت إنها ما ترجعش البيت تاني أبدا، وبدأت أسمة تدور على شغل في دكاكين ومقاهي الإسكندرية لحد ما افتكرت صاحب البيت اليوناني اللي كانت عايشة فيه، واللي كان بيحكي عن مقهى اسمه الغزاوي، واللي بيجتذب الراقصات والمغنيات المبتدئات اللي بيفضلوا فيه لحد ما يتشهروا وبعدها يشتغلوا في أكبر ملاهي القاهرة واسكندرية. فقررت أسمة إنها تجرب حظها في مقهى الغزاوي على الرغم من إنها لا بتعرف تغني ولا ترقص. دخلت أسمة المقهى وعرضت على أصحابه إنها تغني، لكن كانت مهنة الغنى أصعب وأهم من مهنة الرقص، وكانت محتاجة سنوات من الخبرة والتدريب. فعرضوا عليها ترقص، وافقت أسمة وبدأت في الرقص بجسمها الممتلئ وقوامها الممشوق وسط زبائن القهوة، فانبهروا بجمالها وخفتها وأنوثتها. ونجحت أسمة من أول نمرة ليها في إنها
تبهر زبائن المقهى، لحد ما أصبح أبناء الإسكندرية كلهم بيتجمعوا في مقهى الغزاوي عشان بس يتفرجوا على أسمى. وعدت الأيام وصيت أسمى بيسمع في الإسكندرية كلها يوم بعد يوم، لحد ما مر وقت طويل على طلاقها من ابن المستشار وعدم رجوعها البيت. فقرر الخواجة اليوناني إنه يبلغ اسم البوليس عن اختفاء الطفلة اللي ما كملتش 16 سنة واللي ممكن تكون اتخطفت أو حصل لها حاجة. لكن ضابط الاسم طمنه إن أسمى في أمان وبتشتغل في قهوة الغزاوي. فاتصدم الخواجة وراح بسرعة يشوف الطفلة اللي شافها بتكبر قدامه وهي بترقص في المقهى والناس بتسقف لها بعد ما أصبحت أجمل وأصغر راقصة فيه. وصل الخبر لوالدتها وزوج والدتها عم كامل، واللي قرر إنه يرجعها تاني البيت عشان يستغل شهرتها ويكسب من وراها فلوس كتير. وما قدرتش أسمى اللي كان عمرها 17 سنة إنها ترفض وصية زوج والدها عليها، واضطرت إنها تمتثل لأوامره زي ما امتثلت لأوامر كل شخص في حياتها. وعدت فترة اتشهرت فيها أسمى أكتر، وأصبحت بالنسبة لأصحاب المقهى ثروة كبيرة، وقررت إنها تطلب منهم إنها تغني بجانب الرقص. وأول ما وافقوا قررت أسمى تغير اسمها لاسم امتثال فوزي، لكن اكتسبت أسمى اسم تاني وهو اسم امتثال اليونانية بسبب لغتها السليمة اللي كانت بتخاطب بيها الزباين وبتستخدمها في معاملاتها اليومية. وعدت فترة اتنقلت فيها أسمى لأكتر من مقهى في اسكندرية، لحد ما بدأ الزبائن يحضروا لها من القاهرة مخصوص عشان يتفرجوا عليها. ووصلت شهرتها لبديعة مصابني، واللي حسب الخبر عرفت من زباينها إن في واحدة اسمها امتثال فوزي عاملة هوجة وهوسة في اسكندرية ويمكن حد يجيبها القاهرة. فقررت بديعة إنها تسافر مخصوص لامتثال عشان تتفرج عليها وتضمها لفريقها. ووصلت بديعة لامتثال في اسكندرية وعرضت عليها تشتغل عندها في المسرح بتاعها. فوافقت امتثال، وبعد ما فرحت ولقت في عرض بديعة فرصة إنها تهرب من تسلط زوج والدتها عليها، ومضت امتثال عقد احتكار مع بديعة مقابل أجر ما كانتش تحلم بيه. وسافرت أخيرا القاهرة بلد الأحلام، وهناك لقيت أسمى نفسها وسط مواهب أجمل وأحرف منها في الرقص، وبسبب كده لقيت نفسها في الصف الأخير في الصالة محدش شايفها ولا بياخد باله منها. فقررت إنها لازم تكون في المقدمة وترقص لوحدها كمان سولو. وبسبب جمال وذكاء امتثال قدرت تبني علاقات مع البشوات اللي بيحضروا مسرح بديعة وليهم سلطة عليها، وطلبت منهم يتوسطوا لها عشان ترقص سولو وتكون في المقدمة. وفعلا وصلت امتثال للي بتتمناه، وبدأت شهرتها تزيد في القاهرة زي ما كانت في اسكندرية، لحد ما اتعرض عليها مهنة التمثيل واللي هتكون باب أوسع للشهرة والنجاح والفلوس. وفعلا مثلت امتثال في فيلم الهارب وفيلم حظ المحب، وزادت شهرتها بعد الفيلمين اللي عملتهم أكتر وأكتر، وأصبحت أخبار حفلاتها في الجرايد والمجلات زي أي راقصة مشهورة من سنين. وده على الرغم من إنها ما كانتش كملت مع بديعة مصابني 6 شهور. في الفترة دي قابلت امتثال صديقتها في الرقص ماري منصور، اللي أقنعتها إنهم يسيبوا صالة بديعة ويفتحوا لنفسهم مالها خاص بيهم. اقتنعت امتثال بالفكرة وقررت إنها تسيب صالة بديعة مصابني وتستثمر شهرتها ونجوميتها في مكان خاص بيها لوحدها. وفي شارع عماد الدين افتتحت امتثال فوزي مع ماري منصور مالها سموه مالها البسفور، وبدأت امتثال تقدم عروض الرقص لوحدها، وأصبح المالها بيدر عليها مكاسب كبيرة. لحد ما في يوم من الأيام قابلت امتثال رائد المسرح المصري زكي طليمات، واللي وقع في حبها واتجوزوا بعد طلاقه من روزا اليوسف. وعاشت امتثال الحياة اللي كانت بتحلم بيها مع زوج بيحبها ومالها خاص بيها بيدخلها فلوس تعوضها عن أيام الفقر والتعاسة اللي عاشتها من صغرها. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن نهايتها هتكون زي نهاية والدها المغدور. في الفترة دي وتحديدا في الثلاثينيات كانت مصر عايشة حالة من الفساد والقلق السياسي بسبب تعدد الأحزاب باسم الديمقراطية، وبسبب كمان الاحتلال البريطاني اللي كان بيتحكم في كل شيء. وبسبب كده ظهر في الشوارع جماعات بتسمي نفسها الفتوات، واللي كانوا بيتمتعوا بحماية من الاحتلال نفسه وبامتيازات أجنبية مخصصة ليهم هم وبس. وكانت مهام الفتوة متعددة، فحسب الخبر كانوا بيشتغلوا بتسعيرة معينة: تكسير البيت 50 قرش، أما إحداث إصابة واحدة بسيطة بجنيه، إحداث عاهة مستديمة 10 جنيه، أما التهديد فتكلفته 150 قرش. ده غير مصاريف المحامي اللي هيترفع عن الفتوة بعد تنفيذه للمهمة. وكان لكل فتوة من الفتوات صديقة من الرقصات أو المومسات اللي بتصرف عليه وبتلبسه الحرير وبتملى إيده بخواتم ذهب. وكان من ضمن مهمات الفتوات هي فرض الإتاوات على الفنانين والممثلين والمومسات، وده لأنهم أكتر فئة محتاجة للحماية سواء من المعجبين أو من المعارضين. ولكل منطقة كان بيرقصها واحد من الفتوات، واللي تحته عصابة كاملة بتنفذ بس أوامره. وبسبب الحماية الأجنبية اللي بيتمتعوا بيها ظهرت شائعات بوجود علاقة بينهم وبين ضباط الإقسام واللي بيسهلوا خروجهم من الحبس لو اتقبض عليهم. وبسبب كده وقعت معظم الرقصات تحت سطوة الفتوات. وكان الدور على الراقصة الجديدة امتثال، ومالها البسفور اللي اتفتح يوم 2/5 سنة 1936 في شارع عماد الدين.
في الوقت ده تحديدا في حي القبيسي كان الشاب فؤاد الشامي عايش مع عيلته متوسطة الحال، وكان عنده 4 إخوات. أكبر واحد فيهم كان بيشتغل في التجارة ومسؤول عن الأسرة. كبر فؤاد الشامي من غير أب يعلمه أو يربيه لحد ما وصل لسن ال 14 سنة، وحسب الخبر ساءت أخلاقه واتطرد من المدرسة اللي كان فيها، وأصبح بيعتدي على والدته عشان ياخد منها الفلوس اللي معاها، لحد ما ده أخوه الكبير من عمايله وقرر يطرده من البيت. فتحول فؤاد لطفل شريد بيعاشر صحاب السوق، وبعد فترة بدأ أخوه الصغير مختار يقلده، واتطرد هو كمان من البيت واتشرد مع أخوه. وعدت فترة قرر فيها فؤاد إنه يفتح نادي لحمل الأثقال، وقدر يجمع مجموعة من الصبية في حي الظاهر ياخد منهم أجر شهري مقابل اشتراكهم في النادي. لكن بسبب اعتداءات فؤاد الشامي المتكررة اتقفل النادي وأصبح الأعضاء بيخافوا يدخلوه. وعدت فترة قدر فيهم فؤاد إنه يشتغل في شركة من شركات السجاير، لكن اتطرد منها بسبب سوء سلوكه واعتداءاته المستمرة لحد ما أصبح عاطل عن العمل. فقرر إنه يجمع حواليه مجموعة من الصبية اللي زيه، واختاروا لنفسهم مقهى في حي الظاهر يلعبوا فيه قمار ويصطادوا اللاعبين ويسلبون فلوسهم. وبعد فترة لقى فؤاد شغل في نادي من نوادي القمار عشان يشتغل فيها كفتوة، ودي كانت بداية فتوانة فؤاد الشامي. وعدت فترة اتقفل فيها النادي، لكن بعد ما اتعرف فؤاد في حي الظاهر بفتوانته وأصبح الكل بيخاف منه، فقرر إنه يكون عصابة من اللي زيه، وبدأ يفرض على أصحاب متاجر الحي والقهاوي ضريبة شهرية. لكن امتنعت المقاهي عن دفع الإتاوة، فكسر لهم فؤاد وعصابته القهوة وأصبحت عبرة لمن لا يعتبر. ومن هنا أذعن الكل لسيطرة فؤاد. وعدت فترة سيطر فيها فؤاد على حي الظاهر كله، فقرر إنه يتدرج كمان لشارع عماد الدين، وبدأ يفرض على صلاته الإتاوة. وكان كل ما يلاقي فتوة يلبسه جريمة عشان يسجنه وينفرد بالسلطة لوحده. وفي الوقت ده كانت امتثال فوزي افتتحت الملهى في شارع عماد الدين. ما اهتمش فؤاد في البداية بيها لحد ما بدأ صوتها يسمع في شارع عماد الدين كله. وفورا في نفس اليوم كان في بيت امتثال بيعرض عليها الحماية بمقابل راتب شهري، ووعدها انها تكون ملكة شارع عماد الدين. لكن وحسب الخبر رفضت امتثال الخضوع لفؤاد الشامي، لكن فؤاد مسكتش وبدأ يداهم مالها البسفور كل ليلة عشان يشرب هو وعصابته الخمر بدون مقابل. فأمرت امتثال بطردهم من الصالة، فخاف فؤاد الشامي من هيبته اللي ممكن تضيع بسبب رفض امتثال الخضوع ليه ولعصابته، فقرر انه ينتقم منها. وفي يوم 15/5 من نفس السنة، وأثناء خروج امتثال من مالها البسفور بعد ما خلصت نمرتها، هجم عليها حسين إبراهيم واحد من أفراد عصابة فؤاد وضربها ضرب مبرح. فراحت امتثال لاسم الأزبكية واللي كان بينه وبين الملهى خطوات، وعملت محضر بالواقعة وحكت للضابط مخاوفها من فؤاد الشامي. لكن حسب الخبر فهمها الضباط المرتشين ان دورهم مش حماية الناس من التهديد، وانما دورهم ضبط الجريمة بعد وقوعها. واتقبض على فؤاد الشامي وعصابته بسبب ضربهم لامتثال، لكن ضباط الاسم اخلوا سبيلهم على الرغم من توافر اسباب للقبض عليهم. وعدت الايام لحد ما في يوم دخل الملهى نفس الشاب وهو حسين ابراهيم، واللي كان بيشتغل نجار وواحد من عصابة فؤاد الشامي. واول ما امتثال شافته خافت وجريت بسرعة من المسرح، لكن لحقها حسين إبراهيم وأمرها بدفع الإتاوة للفتوة فؤاد الشامي، وإلا هتكون نهايتها الموت. خافت امتثال من التهديد وقررت إنها تبلغ اسم الأزبكية للمرة التانية، لكن رفض الضابط المسؤول تحرير محضر بالتهديد، ورفض يبدأ إجراءات الحماية على امتثال حسب القانون. حست امتثال إن مفيش حل غير إنها تدفع الإتاوة، وفعلا دفعتها لفؤاد الشامي واللي أصبح راضي عنها. لكن ما اكتفاش فؤاد الشامي بالفلوس اللي بياخدها، وبدأ يزيد في الإتاوة يوم بعد يوم لحد ما وصلت ل50 جنيه. فرفضت امتثال إنها تدفع الفلوس تماما، وما اهتمتش بتهديدات فؤاد الشامي بالقتل. وفي يوم 22/5 سنة 1936 قررت امتثال إنها تروح لوكيل النيابة رياض رزق الله وحكت له تهديدات العصابة ليها، وبعدها بلغت كمان رئيس النيابة واللي أمر باتخاذ إجراءات حمايتها. وتم الاتصال باسم الأزبكية وطلب منهم يتخذوا الإجراءات فورا، لكن عرف فؤاد الشامي وعصابته ببلاغ امتثال لرئيس النيابة، فخاف إن هيبته تنتهي ويرفض كل أصحاب المسارح والملاهي اللي بيفرض عليهم إتاوته إنهم يدفعوا له زي امتثال. فقرر إنه لازم ينهي حياتها قبل ما تنهي مهنته. وفي نفس اليوم بالليل اتجمع فؤاد الشامي مع 9 من أفراد عصابته، واختارت العصابة حسين إبراهيم لتنفيذ الجريمة بالسلاح اللي بيجيد استخدامه، واختارت محمد علي خلف وعلي حسن الأخضر وخليل القصاص وعبد الحميد عبد القادر عشان يقعدوا في الصالة بملابس البلدية ويعملوا مشاجرة تشتت انتباه الناس، ويقدر القاتل حسين إبراهيم وسطها في تنفيذ جريمته. وتم اختيار محمد حسن عشان يقف قدام باب الصالة عشان أول ما تحصل جريمة القتل ينقل الخبر لكامل الحريري واللي هيركب عجلته ويبلغ فؤاد الشامي وأخوه مختار. اعترض حسين إبراهيم على اختياره لتنفيذ الجريمة في البداية، لكن هدده فؤاد الشامي بالقتل لو ما نفذش المهمة. وحسب الخبر اشترى حسين إبراهيم مع 2 من أفراد العصابة إزازتين خمرة من دكان في نفس الشارع وشربوها كلها، وبعدها كسر حسين إبراهيم الإزازة وراحوا بيها الملهى البسفور.
واللي كان كل واحد من أفراد العصابة فيها في مكانه. وبعد ما خلصت امتثال نمرتها خرجت من ورا كواليس المسرح، لكن ما قدرش حسين إبراهيم يستنى الخناقة اللي هيعملها باقي أفراد العصابة، وفجأة هجم على امتثال وطعنها بقوة في رقبتها، وعلت صرخات الناس ونادى عمال الملهى على البوليس، وحاولوا يقبضوا على حسين، لكن بسبب قوته البدنية قدر يهرب منهم. ولسوء حظه كان عسكري مطافي موجود بالصدفة حوالين مكان الحادثة وشاف اللي بيحصل، فجري بسرعة وراه لحد ما قدر يقبض عليه وساقه للاسم. وتحولت القضية لقضية رأي عام، وهاجمت الصحف والمجلات نظام الفتوانة والبلطجة اللي بيعتبروا نفسهم فوق القانون. فأمر مصطفى باشا النحاس رجاله بمباشرة القضية بنفسهم، وتم اتهام ضباط اسم الأزبكية بالرشوة والتهاون في أداء واجبهم في حماية امتثال، وتم الحكم على حسين إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة هو وباقي العصابة. ومن هنا صدر قرار بإنهاء الفتوانة في مصر كلها، وباعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الفيجوالز خالد جلالة، ومنتجه عز الدين مصطفى. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.